انا اتاخرت في الفيزياء بس مش عشان الماده صعبه او ما بتتفهمش او انا مش شاطره فيها او الماده معقده وملهاش اي حل، لكن ببساطه عشان مرتحتش مع المدرسين وخصوصا المشهورين اللي على الساحه او في الكورسات برضو سنتر او مرتحتش وما فهمتش وكنت بطلع، فاستصعبت الماده جدا. حسيت ان الماده ملهاش حل، هي صعبه وانا اللي مش فاهماها والعيب فيا انا. حاولت كتير ان افهم، كل مره لما انزل الكورس اقول ان شاء الله المره دي هركز، احاول اركز من البدايه للنهايه، هحاول افهم، هحاول. اي نعم بفهم، بس في حاجات وفي طرق بيحلوا بيها وبيشرحوا بيها صعبة. ليه مش سهلة؟ ليه مش بيسهلوها؟ ليه مش بيشرحوا من الصفر لحد 10 مثلا؟ ليه مثلا بيجوا من عند 5 ويشرحوا؟ ليه المعلومات مثلا بتكون كتيرة بحس انه مش فاهمة، لا مش عارفة احل. لما باجي اطبق واكون لسه فاهمة السؤال حالا، باجي اطبق احس ان انا فعلا مش عارفة احل. الشرح مش داخل دماغي باي طريقة. وخلاص اقتنعت ان هي المشكله فيا انا، وحاولت ان انا بقى احسن من نفسي، اسمع فيديوهات على اليوتيوب، طب اشوف كورسات على اليوتيوب، اشوف اشترك مع حد على اليوتيوب، طب اجرب اسمع اليوتيوب بتاعهم في الاول قبل ما اشترك في المنصه. وبالفعل اشتركت في المنصه، وبالفعل سمعت فيديوهات، ولكن تهت اكتر ما انا كنت تايهه. المدرسين المشهورين اللي على الساحه حاولت اشوفهم يوتيوب، برضو ما عجبنيش الشرح، واللي اشتركت معهم على المنصه من قبل ما اشوف برضو ما عجبنيش الشرح، ما عجبنيش اي حاجه. حسيت انه فعلا الماده دي ملهاش حل. واجهت صعوبة كبيرة جدا فيها، حاولت ان انا اتعامل معها بكل الطرق، واشوف ده واحل هنا، وامسك الكتاب ده حل، وامسك الكتاب ده حل، احاول احل من نفسي، احاول اشغل حل. حاولت بكل الطرق فعلا ان انا افهم مادة الفيزياء، وبعد كده ملقيتش اي حل الا ان انا عايزة اسأل انا كنت. وبعد كده ملقيتش مادة كنت شايفاها صعبة وملها بتتفهمش وفيها مشكلة فيها كبيرة جدا وعندي عقدة منها، هي مادة الفيزياء. اللي اكتشفت بعدين ان انا مش عشان هي كانت صعبة، لا، علشان انا مرتحتش في الشرح. اهم حاجة الشرح علشان تستقبل المعلومات وتفكر، هي الشرح. ولازم انت ترتاح مع المدرس اللي انت بتسمع عنده. يعني ممكن في ناس كتيرة ممكن تسمع الاونلاين وبتفهم من الاونلاين من غير ما تسأل ومن غير ما تتناقش في الاسئلة او تحل او اي حاجة، هي فاهمة ومرتاحة مع المدرس ومكملة معاه، بل وبتجيب درجات حلوة في امتحانات الشوامل او في الواجب او في اي حاجة، بتحس ان هي بتحل وفاهمة. فده كويس جدا، ما نجيش عندك مالناش دعوة بيك. انا بتكلم على الناس اللي كانت زي بالظبط عندها عقدة الفيزياء، مش مرتاحة في الشرح. لا مدرسين مشهورين عارفة تثبت المعلومات وتفهم الفيزياء منهم، ولا الشخص اللي هي كانت بتاخد عنده سنتر برضو عارفة تفهم منه. عملت ايه؟ اول خطوة قلت انا مش هينفع اعتمد على الاونلاين لو كان بالشكل ده، لان انا بطبيعتي بحب اسال، بحب اتناقش، بحب اشوف الاسئله، بحب اسال كتير، وده الاونلاين مش هعرف اسال. لازم شخص يكون فاهم كل حاجه في الفيديو، لكن انا شخص بيحب يسال كتير. فعملت ايه؟ غيرت مدرس السنتر. غيرت مدرس السنتر، رحت عند واحد تاني. بالفعل حسيت بفرق كبير جدا، انه الشرح حلو وفاهمه تمام، بسأل لا بيخلينا نحل كتير في الحاجة، كان بيخلينا نطبق بثلاث اربع اسئله على نفس الفكره. كان بيقعد معانا كتير بالاربع خمس ساعات، كلهم عباره عن ناس بتسأل، هو بيجاوب، بيخلينا نحل كتير، لانه بيقول ان انتوا تتدربوا بايديكم هنا علشان تفهموا المعلومه هنا وتثبتوها هنا، علشان ما ياخدش منكم وقت في المذاكره كتير في البيت. ده كانت طريقة حلوة جدا، وبالمدرس ده ارتحت جدا. حسيت ان الفيزياء لا عادي بتتحل وبتتفهم عادي وبتتذاكر عادي، مفيش اي صعوبة فيها. انا بس اللي كنت مش مرتاحة مع المدرس. ومش غلط انك تغير مدرس واثنين وثلاثة، يعني انا في اتنين اونلاين ما عجبنيش، وفي واحد سنتر برضو الشرح بتاعه ما عجبنيش. بيشرحوا من بره، بحسوا ان هم عايزين طالب فاهم المادة بنسبة 20% قبل ما يجي، لكن انا شخص مش فاهم الماده بنسبه 20%. انا عايزه من الصفر لحد 10، من الصفر لحد 50. اشرح من اول الحكايه كلها من بدات منين، لكن ما تشرحليش كانه انا طالب مثلا فاهم الماده دي وجاي بس انا اضيف مثلا الكورس ده جاي اضافه ليا. لا، اشرح كأن انا زيرو معلومات، متطلعش بره كتير في المنهج. حاول تدينا نفس الافكار اللي احنا ممكن نروح نحلها في كتاب الامتحان علشان نستسهل الماده. ليه مش بتسهلوا الماده؟ حاليا وانا في الجامعه دلوقتي نفس الاسئله اللي هم بيسالونا فيها او بنمتحن فيها بيدوها لنا، بيدربونا عليها. مش غلط ان مثلا ليه مش بيدربونا على الاسئله اللي في كتاب الامتحان اثناء الحصه؟ مش كلها، بعضا منها، افكار منها يضيفوا افكار بتاعه الاسئله في الشرح، او هم يطلعوا على كل الافكار اللي ممكن تواجهنا وتخلينا نحس ان الفيزياء ماده صعبه، ويحاولوا يسهلوها. عادي، احنا اصلا عايزين نفهم المادة، وخصوصا المواد العلمية الصعبة التقيلة اللي عليها درجات كتيرة زي الفيزياء والكيمياء والأحياء وهكذا. لازم يكون في إضافات، وكنت دايما عايزة أوصل للنقطة. شرحه جميل جدا، وكان بيحل وكان بيصحح وكان بيدقق على الامتحانات وبيدقق على حل الواجب وكان كده، لكن انت ما تكونش صعب جدا في الشرح
وفي الواجب وفي حل الاسئله انت لا مبالي. طبعا انا استفاد ازاي؟ مش عارفه استفاد ازاي، انا شرحك فهمته. انا الاهم عندي ان انا اعرف احل الاسئله. وجبت لكم مدرسين هتستفادوا منهم جدا، هم اونلاين. انا لو كنت اعرف المدرسين دي قبل ما انزل ابحث عن مدرس سنتر او اشوف مدرس تاني سنتر او اغير، كنت اخدت معاهم وكملت معاهم. انا في الفيزياء لان المكان كان بعيد جدا عليا ما كنتش بقدر اروح اراجع معاهم الماده وهكذا، فاضطريت ان انا اسمع الماده تاني اونلاين. تابعت مع مدرسين اونلاين شرحهم ممتاز. في مدرسين لسه عارفاها قريب برضو، في ناس شكرت لي فيها، سالت بعض الناس انا سالتهم لقيته ان هم لسه مكملين والشرح حلو وعجبهم، حاولت اشوف برضو القناه تاني واسمع الشرح تاني علشان اكون مصدر ثقه وانا بديكم المعلومات دي، وعلشان لما تسمعوا المدرسين دي تحسوا بفرق فعلا وان الماده اصبحت سهله. او حتى لو هتشتركوا مع المدرسين دي تستفادوا منهم بقدر الامكان. المدرسين دي شرحها بسيط، شرحها حلو، بتحسوا ان هم فاهمين الطالب، بتحسوا انه بيشرح الشرح من تحت خالص من الصفر، مش بيتعاملوا مع طالب كانه هو فاهم الماده، او هم بيتعاملوا مع مثلا مدرس زيهم او طالب في كليه، لا بيتعاملوا مع طالب فعلا كانه في اولى ثانوي. هو ده المستوى اللي انت ترتاح فيه في الفيزياء، بيشرحوا المعلومه من تحت خالص. ارشح قناه الدكتور كوروليس في الفيزياء. الدكتور في الفيزياء شرحه حلو جدا، شرح بسيط، بيشرح بصراحه، بيقول كل التفاصيل كل القوانين، بيقول كل المعلومات، بيحاول يسهل، ودمه خفيف كده في الشرح. فالناس اللي متابعاه اكيد عارفه ده كويس. هو استاذ محترم، شرحه جميل جدا، متمكن من الماده، بيشرحها باسلوب سهل وبسيط وحلو ومفهوم، وتعرف تحل من وراه وتعرف تفهم من وراه. انا راجعت معاه واستفدت جدا، مع اني ما نزلتش اراجع الماده سنتر زي ما كنت واخداها، لا. قلت لكم هنا قناه مستر حسن ماهر، اكتب مستر حسن ماهر بالانجليزي، ناس كتير شكرت فيه. اي نعم انا ما خدتش معاه، لكن المستر ده بيشرح بطريقه حلوه بطريقه سهله، بيفهم المعلومه باكتر من طريقه علشان انت تفهمها وتكون سهله معاك، وشرحه يعتمد عليه من غير مثلا ما يكون عندك شك انه كده انت الفيزياء فيها مشكله. لا بالعكس، معاهم هتحس ان الفيزياء مش مشكله ولا فيها اي تعقيد او اي حاجه. برضو لو انت تعرف بعض المدرسين منهم ما عجبكش ده، جرب ده، جرب اكتر من مدرس. مش مثلا انك جربت مدرس واتنين يبقى انت كده المشكله فيك، لا جرب كتير. لما تجرب هتعرف ان انت لا بتفهم، بس في ناس معينه بتعرف تفهمك المعلومه، فاهم؟ برضو المستر هحط لكم قناته، برضو المستر ده محمد رضا، شرحه تحفه ممتاز جدا، جوب حلوه جدا. حط لك برضو بعد الكومنتات بتاعه الطلاب هنا، اتفرج شايف الكومنتات، شايف قد ايه الناس بتشكر فيه، دي من اول محاضره. مش معقول كميه الشكر والناس اللي شكرت فيه لما كنا بناخد قد ايه من اول محاضره. ده بيثبت فعلا ان الشرح والطلاب كلهم فاهمين منه وبمستوى عالي كمان. وبيشرح بفيديوهات، بيحط فيديوهات، بيحاول يحط اكتر من طريقه علشان انت تشوف المعلومه وتفهمها وتحفظها من خلال فيديوهاته. حلو ان يجيب لك فيديوهات عمليه علشان تشوف البطاريه ازاي، الدينامو ازاي، تشوف الحاجات بتتعمل ازاي، التوصيلات ازاي. فده حلو جدا. وبرده ادي لسه هيك بعض الكومنتات، فاتفرج وشوف. وبرده القنوات دي موجوده على اليوتيوب، حاول تدخل تشوف الشرح بتاعها علشان تطمن بنفسك. وكده انا اكون جبت لك المدرسين اللي ممكن تستفاد منها. كان فيديو النهارده، لو استفدت من الفيديو متنساش تشترك في القناه، واشوفكم امتى وفين في فيديو جديد ان شاء الله.